في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن تريكه مهمه جدا وبتسرع كتير من شغلنا. لو انا شغال على سقف زي ده، السبيسنج بتاعتي كانت 150، فالسبيسنج 150 لو احنا حسبنا مثلا هي كام سيخ في المتر هيطلع لي 6.667. تمام. طيب انا مش منطقي ان انا في كل شريحه عندي هفضل اخد الرقم اللي هو 6.667 واضربه في 3 متر 60 مثلا، ومش هينفع ان انا استخدم او احسب ان الاسياخ في المتر 6 او 7، لان ده في الاخر هيعمل معايا فرق كبير. تمام، خصوصا في سقف كبير زي ده. طيب الحل ايه، او ايه التريكه اللي احنا ممكن نعملها، او الحل بتاع المشكله دي؟ لو انا دخلت في الدايمنشن ستايل من انوتيشن، اخش على الستايل اللي انا شغال بيه واقول مانج ستايل موديفاي، ومن هنا هلاقي ديسبلاي دي مقفول، هفعلها، ومن هنا هبتدي ادخل السبيسنج بتاعتي. انا عندي السبيسنج مثلا 150، فانا هقول له 1 على 150. تمام، واقول له اوكي. هلاقيه هو اوتوماتيك بيحسب لي، بيقسم لي المسافه دي، بيضرب ال 3600 في الواحد على 150، وبالتالي هيطلع لي عدد الاسيخ. تمام. طيب لو ضربت الرقم ده في 3 متر 60 هيطلع لي 24 سيخ زي ما هو حاسب بالظبط. تمام. طبعا انا حاطط هنا 25 لان في سيخ بادي. تمام، فهي الفكره بتبقى في كده. انا مثلا عندي هنا متر 10، فمطلع لي عدد الاسياخ 7 متر 33. انا عايز اخدها 7، عايز اخدها 8، مش هتفرق. يعني هنا مثلا 1100 او متر 10، هنا متر 10 مطلع لي ان عدد الاسياخ 7 متر 33. تمام، وهكذا بقى. يعني انا لو عديت على اي شريحه في عندي في السقف هتبقى نفس الفكره. مثلا دي 6 متر هيطلع لي 40 سيخ، هو مطلعها 39.99، فهي نفس الفكره. تمام، وهكذا بقى. انا ببتدي ان انا طول ما انا شغال ببقى مفعل الخاصيه دي. بعد ما بخلص بخش بنفس الطريقه. اكيد انا مش هينفع ان انا اسلم اللوحه بالشكل ده، فبخش بنفس الطريقه من انوتيشن مانج موديفاي، وببتدي ان انا اقفل الاوبشن ده. اوكي. ولو عندي اي سبيسنج تاني، يعني لو نفترض مثلا ان السبيسنج عندي 1 ل 200، هعمل نفس القصه، هيبقى 1 على 200 ايا كان بقى السبيسنج بتاعي كام، انا ببتدي بدخله السبيسنج بالطريقه دي. طيب لو انا عندي الوحدات بتاعه الدايمنشن بالمتر مش بالملي، هتبقى مش 1 على 200، هتبقى 1 على 0.2. تمام، هو من الاخر بياخد الفاليو اللي في الدايمنشن يضربها في 1 على 120 او 1 على 200 او 1 على 150 ايا كان السبيسنج كده. تمام، فهي الفكره دي كويسه جدا وبتسهل علينا كتير في حسابات الشغل.